دلوقتي يا حبايبي هنعمل احلى نوعين ايس كريم. كل الناس بتحبهم، لا غنى عنهم طبعا. كلنا بنحب ايس كريم الفراوله وايس كريم المانجا، وهنعملهم بطريقه اقتصاديه جدا، مش هتكلفك اي حاجه غير الفراوله بتاعتك هتكون بس متجمده عندك في الفريزر وطلعتيها تفك حاجه بسيطه كده، ما تسيبهاش تفك جامد. ومعاها صباعين موز، يعني الموز كمان بيدي مطه حلوه للايس كريم كده وبتبقى جميل. ومعانا المانجا بتاعتنا برضو كانت مجمده وطلعتها فكت حاجه بسيطه، ما تسيبهاش تفك جامد. والزبادي الفراوله دي هنحط لها حوالي كيلو فراوله اهو، مع الموز هنحط له علبتين زبادي. والمانجا بتاعتنا هنحط لها برضو العلبتين الزبادي. والسكر بتاعنا اظن ما فيش حاجه اكتر من كده. هناخد الاول ايس كريم الفراوله نعمله مع بعض. نركن كده المانجا وناخد الخلاط وكله في الخلاط. دلوقتي يا حبايبي حطينا الفراوله والموز والعلبتين الزبادي والسكر في الخلاط، هنضربهم وارجع لكم. ادي يا حبايبي خليط الايس كريم الفراوله بتاعنا التحفه اهو، بدون اي نقطه ميه. طبعا انت بتضربي وما تحطيش ميه خالص، وبس اهم حاجه تريحي الخلاط بتاعك شويه بشويه وتقلبي الخليط بتاعك كويس. تاني يا حبايبي باكد عليكم اهم حاجه تضربي الفراوله بتاعتك بدون ولا نقطه ميه واحده، وكمان السكر حسب الرغبه. لو وانت شغاله كده بتضربي بتدوقي الايس كريم بتاعك، لو محتاجه سكر بتزودي كمان معلقه سكر حسب ما انت حابه، معلقه او اكتر زي ما انت حابه. وبتضربي تاني وكل شويه. اهم حاجه باكد عليك عشان ما تبوظيش الخلاط وترجعي تدعي على ام احمد، اهم حاجه انك انت تريحي الخلاط بتاعك من وقت للتاني كده وتريحيه شويه وتضربي تاني. وفي الوقت اللي انت بتريحي فيه ده تقلبي الخليط بتاعك عشان يطلع معاكي بالجمال والروعه ده. زي ما انتم شايفين كده احلى ايس كريم فراوله بمنتهى السهوله والبساطه. دلوقتي يا حبايبي حطينا المانجا بتاعتنا مع السكر والزبادي بدون ولا نقطه ميه، هنضرب ونرجع. ادي ايس كريم المانجا يا حبايبي اهو زي ما انتم شايفين، تحفه نازل كريمي بسم الله ما شاء الله روعه. احنا لما ضربنا الفراوله اخدنا الخلاط غسلناه، وبعدين رجعنا ضربنا المانجا، يعني ما ضربناش الاتنين على بعض كده من غير ما نغسل الخلاط بتاعنا عشان الالوانات ما تدخلش على بعضها. بالنسبه لحبايب البنوتات اللي لسه اول مره يدخلوا، احنا عاملينها بطريقه اقتصاديه جدا عشان ما عملناش لا كريمه لباني لبن محلى ولا كريم شانتيه ولا اي حاجه. طبعا انت لو عملتيها وحسيتي ان هي بعد ما اتجمدت فيها قرشه كده معاكي، بتضربيها تاني بالمضرب. لو ما عندكيش مضرب بتفضيها تاني في الخلاط وتديها كمان ضربه بعد ما تتجمد كده، تطلعيها تفكي حاجه بسيطه وتديها كمان ضربه، هتطلع معاكي كريميه وتحفه جدا واحلى من بتاعه المحل، من ايس كريم المحلات مليون مره. زي ما انتم شايفين كده حبايبي انا هحطه في الفريزر يتجمد مش اقل من 4-5 ساعات. ادي ايس كريم المانجا وايس كريم الفراوله يا حبايبي بالزبادي بطريقه سهله واقتصاديه جدا. قدمناه كده بمعلقه الايس كريم ديت، لو موجوده عندك، مش موجوده باي معلقه عادي. انت تسيبيه بس لما تطلعيه من الفريزر، سيبيه 10 دقايق كده ولا حاجه لما يهدى معاكي، وبعدين تقدميه بمنتهى سهوله. كريمي جدا، طعمه خطير، فاكهه طبيعيه عاملاها في لاولادك في البيت، حاجه صحيه انت ضمناها. جربوه وان شاء الله هيعجبكم. ولو عجبكم ما تنسوش تعملوا لام احمد لايك وشير، واللي ما اشتركش في القناه يشترك وفعل زر الجرس عشان يوصلوا كل جديد من ام احمد. والسلام عليكم، باي باي.